أرجوك خليك فاعل مش مفعول بيه. ما تستناش تكون رد فعل للأحداث اللي بتحصل في حياتك. انت مسؤول عن حياتك بكل حاجة فيها. كل حدث بيحصل في دنيتك وراه سبب ووراه حكمة، حتى لو ما كنتش قادر تشوفها دلوقت. مفيش حاجة بتحصل صدفة. اوعى تستسلم لوعي الضحية اللي مسيطر على ناس كتير حوالينا. وقف الدراما. لو موقف وحش حصلك، فكر ايه الرسالة من الموقف ده، ايه الدرس اللي لازم تتعلمه. وبعد ما تعرف الدرس وتفهمه، كمل طريقك. ما تخليش الدرس هو محور الحياة. ما تخليش الموقف اللي حصل لك يعطلك عن انك تكمل طريقك وتعيش حياتك. وخلي بالك، كل مرة هتطنش فيها الرسالة من المواقف اللي بتحصل لك وتتجاهلها وتعمل نفسك مش شايفها، هتلاقي الموقف اتكرر بطرق تانية مع ناس تانية، ويمكن تكون بطريقة فيها قسوة وألم أكبر بكتير، عشان تتعلم الدرس وتتنقل للمرحلة اللي بعدها. مرحلة بتكون فيها بوعي أكبر، بتكون نسخة أفضل من اللي فاتت. ركز على أحلامك وعلى أهدافك ودورك في الدنيا، وانت هتعرف تعدي وتكمل وانت مطمن، حتى لو كنت متألم، لأنك عارف إن الألم هو جزء من الرحلة. جزء هيعدي وهيروح مع الوقت، وهترجع تفرح من تاني. مش معنى كلامي إنك تبقى إنسان متبلد الإحساس. لأ، إحنا بشر، بنزعل ونتألم، بس ما بنسيبش الحزن يسيطر علينا وهو اللي يتحكم فينا وفي قراراتنا. بطل تستمتع بدور الضحية. بدل ما تتقمص دور الضحية، استمتع بدور تاني أحلى وأهم، دور البطولة في قصتك. اتحمل مسؤولية حياتك بكل ما فيها، واعرف إنك الإنسان الوحيد المسؤول عنها وعن أي نتيجة هتوصل لها. وبدل ما تدور هترمي اللوم على مين، على أي حاجة بتحصل في حياتك، اتعلم إزاي تحل مشاكلك وتعيش كل يوم بطريقة أحسن وأجمل، وتتعلم من اللي فات. استمتع بدور البطولة في قصتك، لأنه محدش غيرك ينفع يعمل الدور ده. خليك فاعل مش مفعول بيه، وصدقني ساعتها حياتك هتكون أحلى.